من غير تعب ولا مجهود هتعملي احلى فطير مشلتت في البيت. طريقتنا النهارده سهله جدا وبسيطه وجديده، ويمكن اول مره كده تشوفيها. وعايزه اقولك بقى لو انت اول مره تعملي الفطير هتعمليه بالطريقه دي وهيطلع معاكي ناجح 100%. مورق ولذيذ وسهل وبسيط، بجد مش هياخد معاكي وقت ولا مجهود، فعلا يستاهل التجربه. لايك وشير للفيديو، ويلا بينا نشوف الطريقه. انا عايزه اوريهولكوا بس هو في الفرن، شايفين شكله عامل ازاي؟ بجد تحفه. في البداية كده أنا معايا كوباية ونص من اللبن، كوباية ونص بالمج العادي، المج بتاع الشاي الموجود في كل بيت، ومعايا نص كوباية من الزبادي. حطيت عليهم كده شوية من الملح، يعني معلقة صغيرة ممسوحة من الملح، وقلبتهم بالشكل ده. ودلوقتي كده في بولة تانية هبتدي ان انا احط نص كيلو من الدقيق. انا هعمل النهاردة نص كيلو بس. حطيت عليهم نص معلقة بيكنج باودر صغيرة ممسوحة، وقلبتهم بالشكل ده. والبولة الأولانية أنا حطيت فيها كوباية ونص من اللبن مع نص كوباية زبادي وقلبتهم. ابتدأت أحطهم على البولة التانية اللي فيها المواد الجافة، وقلبت بالشكل ده. ودلوقتي كده هبتدي إن أنا أعجن بإيديا. طبعا الفطير محتاج عجن كويس جدا عشان تطلع النتيجة معاكي ممتازة. طيب إيه يا جماعة البيكنج باودر؟ هو الفطير بيتعمل ببيكنج باودر وكمان زبادي وكمان لبن؟ دي طريقة جديدة، الطريقة دي تركية. أنا عجنت العجينة كويس في البولة عجنة حلوة، وابتدأت أخدها على الكاونتر قدامي وأعجنها بالشكل ده. زي ما بقول لكم كده، عجين الفطير كويس هيديكي نتيجه حلوه. وخلاص كده هي اتعجنت معايا وبقت تمام وزي الفل. هحط بقى معلقه من الزيت في الطبق اللي انا عجنت فيه، وهبتدي احط العجينه بالشكل ده، وكمان هدهن وشها بالزيت عشان ما تقشفش ولا تنشف معايا، عشان دي ما فيهاش خميره. وهغطيها كويس كده بكيس بلاستيك، وكمان هغطيها بفوطه وهسيبها حوالي نص ساعه. ده مهم جدا، المرحله اللي انا بريح فيها العجينه بتاعتي. ودلوقتي بقى هبتدي احضر المواد الدهنيه اللي هعمل بيها الفطيره. جبت كده قطعة من الزبدة الفلاحي أو أي زبدة عندك أنت بتفضليها، وحطيت عليها معلقتين من السمنة البلدي، ولو عايزة تزودي زيت مفيش أي مشكلة. وهاخد العجينة كده بعد أقل حاجة نص ساعة سبتيها كده تريح، وهبتدي أقسمها بالشكل ده على حسب ما تطلع معاكي. ممكن تطلع 5 6 7 على حسب ما تطلع. أنا قسمتها تقريبا ل7 قطع بالشكل ده. هبتدي بقى ألم العجين بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، وهحطه في البولة، ولازم أدهن وشه برضو بدهنة من الزيت. وهسيب برضو العجين يرتاح معايا للمرة التانية. انا سبته في المرة الاولى كان في البولة قطعة عجين، ودلوقتي اهو سبته في المرة التانية، يعني حوالي من ربع ساعة لنص ساعة. وابتديت كده اجيب صينية واحط فيها كده كيس بلاستيك. دلوقتي هجيب كده اللي في البولة اللي انتوا شايفينها دي تقريبا معلقتين او 3 من الزيت. الزيت ده انا بحب افرد عليه، هو انا مش هفرد ولا حاجة زي ما انتوا شايفين كده. انا مسكت كده قطعة العجين، حطيت يعني تقريبا معلقة زيت او اقل كمان من معلقة زيت، وفردتها بالشكل ده. ما خدتش فرد خالص، انا بفردها كده كانها زي رغيف العيش بالظبط. وبحطها على الصينيه اللي محطوط عليها كيس بلاستيك، وبحط عليها كمان معلقتين من الماده الدهنيه. طبعا فطير يا جماعه يعني لازم سمنه بلدي او زبده فلاحي او الكلام ده كله، لازم تزودي الماده الدهنيه شويه عشان برضو الفطير يطلع معاكي مش ناشف كده ومعضم، لا تطلع سمنته كده حلوه ويبقى طري. برضو بعمل التانية بالشكل ده بعد ما دهنت على الاولى الماده الدهنيه بتاعتها، وهحطها على التانية بالشكل ده، وبرضه هحط المادة الدهنية. يبقى انا هعمل كله بالشكل ده. هما 7 تقريبا، 7 قطع، انا ما عدتهمش قوي بس هما تقريبا 7. كل واحدة هفردها، انا مش بفرد ولا اي حاجة، مش محتاج مجهود في الفرد ولا اي حاجة، انا بعملها زي رغيف العيش كده. يبقى لا ورقنا ولا فردنا ولا عملنا اي حاجة. اهم حاجة بس ان انا بحط مادة دهنية ما بين كل طبقة والتانية زي ما انتوا شايفين كده، ده مهم جدا طبعا. هعمل بقى كل الكمية اللي معايا بالشكل ده، ودي اخر واحدة انا هعملها، بس هفردها زيادة شوية عشان تلملي بقى العجين كله. هحطها من فوق بالشكل ده، وابتدي ان انا اقفلها، هقفل كل العجين. طب يا ترى هعمل ايه تاني؟ هسيبها برضو ترتاح للمرة التالتة. مهم جدا يا جماعة، اي طريقة فطير مشلتت انت هتعمليها لازم تريحي العجين، ده مهم جدا. وهبتدي اقفل الكيس كده على العجينة وهسيبها. روحي بقى اعملي اي حاجة، على فكرة هو ما بياخدش مجهود خالص. انت كده وانت بتعملي الاكل او بتعملي اي شغلانة في المطبخ، بتبتدئي ان انت تعملي الخطوات دي، خطوات سهلة وبسيطة ومش محتاجة اي حاجة. خلاص كده انا سبتها حوالي نص ساعة تاني، يعني نص ساعة في المرة الاولى ونص ساعة لما قطعت العجين كده قطع، سبته برضو يريح. ودي النص ساعة تقريبا الاخيرة او قبل الاخيرة، ابتدأت برضو ان انا افردها بالشكل ده. بصوا بقى هي شغالة لوحدها، انا مش بفرد ومش بعمل اي مجهود، العجينة شغالة مع نفسها. بحاول ان انا افردها بقى على قد ما بقدر في الوقت ده. وببتدي برضو احط كده باقي المادة الدهنية كده على الوش،
ودلوقتي بقى زي ما انتوا شايفين هبدأ اعمل العجين رول. يعني انا كنت دهنه الاول الكاونتر اللي انا شغاله عليه او الرخامه، وحطيت كده العجينه بتاعتي وابتدأت افردها كل الطبقات مع بعض بالشكل ده. بس اهم حاجه وانا بلفها بشد وبلف، وهرجع الفها على بعضها زي ما اكون بعمل شريك. وبرضو وانا بلفها كده على بعضها بشد العجينه بتاعتي، ببتدي ان انا اشد كده والف، اشد والف. كل اللي انا بعمله ده بيعمل لي طبقات في العجينه من جوه او في الفطيره من جوه، بيخليها مورقه وكلها طبقات من جوه. خلاص كده هحطها بقى في الصينيه. ممكن احطها على طول في الصينيه اللي انا هخبز فيها. انا حطيتها في الصينيه دي وغطيتها برضو بالكيس وهسيبها حوالي برضو نص ساعه. يبقى انا المجهود اللي انا هعمله مفيش مجهود خالص، الوقت كله في التريح. اهم حاجه ان انا اريح العجين بتاعي، ده اساس الفطير يا جماعه. اول مره انا ريحتها وهي عجينه بعد ما عجنتها، تاني مره ريحتها وهي قطع، وبعد كده ريحتها بعد ما حطيتهم كده على بعض وبينهم الماده الدهنيه، ودي اخر مره بقى انا ريحتها بعد ما لفتها وخليتها رول. دلوقتي كده جبت معلقه من الزبده وكمان معلقه من القشطه اللي هي وش اللبن، وهبتدي بقى ادهن وش الفطيره بتاعتي. مهم جدا عشان تطلع كده طريه وطعمها حلو وكمان لونها حلو. دلوقتي مسخنه الفرن على اعلى درجه حراره تقريبا 220. بدخلها بتقعد حوالي يعني من تلت ساعه لنص ساعه على حسب الفرن بتاعك. انا بقى عايزه اوريكم الفطيره في الفرن. شايفين بقى جمالها وحلاوتها وهي مرتفعه ازاي؟ يعني مش معنى ان احنا لفيناها كده رول مش هترتفع، لا مرتفعه جدا زي ما انتم شايفين اهو، والطبقات بتاعتها كده عاليه ومورقه من بعضها. بجد يا جماعه النتيجه بتاعتها تحفه. انا هغطيها كده 5 دقايق. بصوا بقى شايفين جمال الفطيره وحلاوتها. انا سايبه لكم الصوت هنا، في قرمشه خفيفه من بره، ده دليل على ان هي مورقه. مورقه توريقات يا جماعه اكتر من الطريقه كمان العاديه. كل اللي احنا عملناه ده الخطوات دي، يعني شايفين من جوه عامله ازاي؟ بجد تحفه. مش معنى ان في قرمشه خفيفه كده من بره، لا دي طريه زي الملبن، طريه جدا ومورقه، والطعم بتاعها كده ريتش لان احنا عجناها باللبن وكمان حطينا نص كوبايه زبادي وكمان السمنه البلدي اللي حطيناه. فالطعم بجد يا جماعه تحفه، والطريقه سهله يعني ما كلفتناش مجهود ولا تعب ولا افرد ولا رق ولا ورق ولا الكلام ده كله. انا بتمنى تكون طريقتنا في الفطير النهارده عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. يلا باي باي، سلام.